السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ام يوسف من مطبخ اكلات على قد الايد. النهارده هنعمل مع بعض حاجة حلوة، حاجة كده عاملة زي شبه الزلابية كده، يعني انا بقول عليها شبه الزلابية، لقمة القاضي بتاعتنا اللي احنا عارفينها. حاجة مقرمشة كده من بره وطرية وطعمها لذيذ من جوه. وبقد ايه؟ بكوبايتين بس من الدقيق، مش هنجيب اي حاجة من بره، يعني بفضل الله كله موجود عندنا في البيت، مش هنشتري حاجة. هتقومي كده تعمليها في 10 دقايق، الولاد هياكلوا وهيتبسطوا. بس قبل بقى ما نعمل حاجة، ما تنسوش بقى يا حبايبي تشتركوا في القناة عشان عيلتنا الحلوة دي تكبر. بص بقى، انا كده جبت طبق ونزلت عليه بكوبايتين الدقيق بالطريقة دي، ومعلقة صغيرة ممسوحة من السكر البودر. وبعدين هعمل ايه؟ هقلب بقى ايه كل ده مع بعضه كده لحد ما السكر يتقلب في الدقيق وما يبانش. شوية مية بقى كده صغيرين، حوالي 3 4 معالق مية، لان انا عايزة عجينة طرية، انا عايزة عجينة طرية مش عايزة عجينة ملزقة. هعجنها كده لحد ما احس ان هي ايه بقت طرية في ايدي. شايفين بالشكل ده؟ شايفين ايديا نضيفة ازاي؟ ولا فيها عجين ولا ملزقة ولا اي حاجة. هعمل ايه بقى؟ هروح ماسكة العجينة الحلوة بتاعتنا دي واقوم مكوراها، عاملاها كده كور صغيرة. العجينة دي بالظبط هتعمل لي 5 كور. هبدأ بقى اقرص كده، هقرص الله يرحمك يا امي. هقرص كده العجينه بتاعتنا بالطريقه دي وهعملها 5 كور. شايفين بالشكل ده كده؟ هجيب بقى هنا ايه طبق، وهرش عليه كده ايه شويه دقيق، اديله رشه كده من الدقيق عشان انزل عليه العجينه بتاعتي. احط الكور بتاعتي في الطبق ده اللي عليه رشه من الدقيق بالشكل ده، وهفضل اكور كده لحد ما اخلص ايه الكميه بتاعتي. خلصت، هعمل ايه؟ احط عليها فوطه واسيبها بقى لما تستريح. كده استريحت معايا. يلا بقى ايه، اوريكم الخطوه التانية هنعمل ايه. عندي هنا الرخامه، هنزل عليها كده، طبعا الرخامه بتاعت بيتنا نضيفه، هنزل عليها بشويه من الدقيق كده، وهنزل كده هاخد كوره من العجينه بتاعتي وهبدا كده افرد فيها بايديا. هفضل اطبطب كده على العجينه بصوابعي وبكفه ايدي لحد ما الايه، اما الكوره بتاعتي دي تبقى مدوره كده زي الفطيره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وانفض كده من عليها الدقيق عشان الزيت بتاعنا طبعا ما يتحرقش. لو نزل الدقيق في الزيت بيتحرق بعد كده، وده طبعا مش صحي خالص، احنا مش عايزين كده. حلو قوي السمك بتاعي يا حبايبي. انا هنا حاطه ايه طاسه حلوه على قد الايد كده على النار، وموطيه عليها النار، يعني مش موطيه النار عليها وسط، عشان مش عايزه الزيت بتاعي يسخن. انا مش عايزاه يسخن قوي، عايزاه يبقى متوسط عشان ما تنزلش تاخد لون وبعدين ابص الاقيها لسه نيه. لا، انا مش عايزاها تبقى نيه من جوه، انا عايزه من جوه الطعم يبقى طري وحلو ومن بره تبقى مقرمشه. بص السمك ده حلو قوي كده. هنزل بقى ايه على الزيت بتاعنا، ومتقلقوش من الزيت خالص، هي مش هتشرب زيت، دي ما بتشربش زيت، هي لا معموله بخميره ولا حتى بيكنج باودر. ولو لقيتي فيها زيت كده بعد ما تطلعيها، لقيتيها كده الزيت بيلمع كده شويه من على الوش بالطريقه دي، تروحي نازله عليها ايه بمنديل من بتوع المطبخ وتمسحي كده، مش هتلاقي عليها بعد كده ولا نقطه زيت. واسيبها كده دقيقتين من هنا ودقيقتين من هنا لما تديني الحلو اللي انتوا اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده بالطريقه دي كده. شايفين يا حبايبي؟ اللايك فين بقى؟ مين اللي ما عملش لايك؟ انا عايزاكم تعملوا لايك عشان الفيديو كده يوصل للناس كلها ونكبر. بص يا حبايبي، هعمل واحده تانية اهي معانا، وهروح برضو على الزيت بتاعنا وهنزلها برضو في الزيت، بس اهم حاجه انفض الدقيق بالطريقه دي عشان الزيت بتاعي يفضل نضيف، مش عايزه الزيت يتحرق كده اهو. هحطها بقى فين؟ على الزيت. خلصت خلاص اهو. انا كده عامله 2 بالشكل ده، عايزاها بالشكل ده ماشي، بالشكل التاني اللي هوريهولك ده برضو ماشي، مفيش مشكله. فردت واحده تانية اهو. بعد ما اتفردت معايا هقسم بقى كده العجينه بالطريقه دي وهعملها مثلثات. عايزه اقول لكم شكلها في المثلثات خطيره، وهتبقى سهله على الولاد قوي ياكلوها، بدل ما ياكلوا الكبيره اللي انا عاملاها دي، لا المثلثات دي هتبقى اسهل بالنسبه لهم عشان ما يوقعوش السكر. انتوا عارفين الولاد عشان السكر ما ينزلش في البيت ويجيب لنا نمل بقى، واحنا اليومين دول النمل يعني ربنا يعلم بينا.
بصوا يا حبايبي الشكل ده عامل ازاي. وهنزل بقى على الزيت الحلو النضيف ده اهو قدامكم، الزيت اللي ما اتحرقش مني. هنزل كده وهجيب بقى المعلقه وهبدأ بقى ايه اعمل زي اطرطش كده الزيت، اطرطش الزيت كده، ارمي الزيت كده عليها من فوق على الوش، عشان دي صغننه طبعا لازم اعمل كده. هعمل كده بالشكل ده وهقلبها الناحيه التانية لحد ما تاخد اللون الحلو الجميل. اهم حاجه ما تسيبوهاش تغمق ولا تتحرق، خلي بالكم انا عايزه لون ذهبي مصفر كده شويه. شايفين بتقب معايا ازاي، مع اني ولا فيها بيكنج باودر ولا خميره، بس هي هتقب معاكم كده شويه، تلاقوها نفخت كده حبه. والله يا جماعه لذيذه جدا جدا، حاجه كده على قد الايد، وهتعمليها ان شاء الله بكل حاجه موجوده في البيت. مش هتجيبي حاجه من بره، كله موجود في البيت. خلاص كده خلصت. هعمل بقى الكميه بتاعتي بالطريقه دي، بنفس الطريقه دي كده زي ما انتم شايفين. هخلص الكميه وتعالوا بقى اوريكم الخطوه اللي بعد كده. بس قبل ما اروح الخطوه اللي بعد كده، شايفين الزيت بتاعي نضيف ازاي زي الفل. طلعتها بقى كده في طبق ونزلت عليها بالسكر الجميل بتاعنا ده كده. رشيت السكر البودر عليها، طبعا حط السكر الكميه اللي تحبيها. وده شكلها يا حبايبي، شايفين؟ ايه رايكم بقى؟ قولوا لي بقى رايكم في التعليقات، وما تنسوش بقى الاشتراك في القناه عشان نكبر كده ونبقى حلوين، واللايك يا حبايبي. وادي التانية، بصوا التانية دي انا قسمتها 4/4 بقت كبيره وحلوه ازاي. اللي تحبوه اعملوه براحتكم، كله حلو وكلها نعمة ربنا وهتعجبكم ان شاء الله. وصفة سهلة وبسيطة وعلى قد ايدينا. بتمنى بقى ايه الفيديو يعجبكم. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.